السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله في الفيديو بتاعنا اخترت اعمل معاكم اكله من الاكلات الهنديه الاصيله، وهي البرياني. الأكلة دي لذيذة جدا وسهلة التحضير، ومكوناتها كمان سهلة. هي بس الفكرة فيها في مجموعة البهارات اللي بتضاف ليها بتديها الطعم المميز. نبتدي نسمي الله ونشوف المكونات ونقول الطريقة. أنا معايا فرخة حوالي يعني كيلو ونص أو 2 كيلو، مقطعاها كده قطع زي ما انتوا شايفين صغيرة بالعظم مش خلياها. وطبعا نقعتها كويس جدا في مية وخل وملح وصفتها. معايا 3 كوبايات رز بسمتي مغسولين كويس ومنقوعين نص ساعة. واحدة زبادي، ربع كوباية زيت، عصير ليمونة، مجموعة البهارات وأهمهم الجرام مصالة اللي هي البهارات الأساسية بتاعة البرياني، وسبع بهارات وبابريكا وكاري وكركم وجنزبيل بودر ومعلقة توم مفروم وطبعا ملح وفلفل. وعامة هكتب المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. ودي المنكهات اللي هنضيفها على مية الرز وهو بيتسلق، عبارة عن واحدة لومي وقرفة خشب وكم ورقة لورا كده وكبابة صيني ومعلقة ملح كبيرة وكم فص حبهان. اول حاجه هنبتدي نجهزها هي التتبيله اللي هنتبل بيها الفراخ. في بوله هنبتدي نضيف كوبايه الزبادي، الزيت، عصير الليمونه، مجموعه البهارات اللي قلنا عليها، وطبعا معلقه الثوم المفروم. هنقلبهم كويس جدا وهنتبل بيهم الفراخ على الاقل ساعتين. ويا سلام بقى لو بيتناها من بالليل للصبح لتاني يوم يعني في التلاجة، هتدينا يعني طعم ومذاق رائع. هنبتدي نحطها على الفراخ وهندعك بيها الفراخ كويس جدا، يعني هنتبلها من كل جنب كده ونقلبها كويس عشان نضمن انها اتشربت. وهنغطي الفراخ بتاعتنا بستريتش وهنحطها في التلاجة على الاقل ساعتين. بعد ما جهزت الفراخ خالص هبتدي بقى اسلق الرز في حله كده على النار فيها ميه غزيره زياده كتير يعني عن كميه الرز اللي انا هسلقها. هنزل فيها المنكهات بتاعتنا وهبتدي انزل الرز ده انا نقعته نص ساعه بس ومغسول طبعا كويس. هنزله هسلقه نص سوا، يعني مش هخلي الميه تتشرب على الاخر عشان هو لسه هيكمل تسويته في الحله او في البرام اللي هحط فيه الفراخ. هنا معايا حوالي نص كوبايه زيت، هحمر فيها بصله مقطعاها كده جوليان او شرايح. هاخد منها حوالي معلقتين كده قبل ما تحمر خالص، وبعدين هسيب بقية الكمية تحمر. تبقى شبه كده بالظبط البصلة بتاعة الكشري. في نفس الحلة اللي حمرت فيها البصلة هبتدي انزل الفراخ بتاعتنا اللي تبلتها. طبعا لازم النار تبقى معايا عالية ودرجة حرارة الزيت عالية علشان الفراخ تاخد صدمة فتحتفظ بالمية بتاعتها ما تنشفش. هشوحها تاخد لون احمر من الجنبين، وهنزل عليها شوية البصل اللي حمرتهم في الاول اللي هما اللي كنت شلتهم من الحلة ولسه لونهم كان فاتح. وهنزل عليها بقية التتبيلة برضو اللي كنت نقعة فيها الفراخ. على فكرة الريحة تحفة، ريحة البهارات ابتدت تظهر وملت المطبخ كله، طبعا مش المطبخ بس ملت الشقة كلها، والريحة الصراحة فظيعة. خلاص شايفين كده هي اتشوحت من على الجنب الاولاني، انا بقلبها على الجنب التاني علشان تاخد نفس اللون من الوشين. وهضيف عليها يعني كمية من الكزبرة المتقطعة كده رفيع، وكمان حوالي كوباية او كوباية ونص من المية، ولازم المية طبعا تكون مغلية. هغطي الحلة وهسيبها تستوي شوية. نيجي بقى للرز، شايفين الرز استوى بالدرجة اللي بقولكوا عليها نص سوا ولسه في كمية من المية. والفراخ بتاعتنا كده تمام استوت برضو حوالي 80% او 75%. انا جبت بقى الطاجن بتاعي ده الكبير، هبتدي انزل فيه الفراخ كلها. هحط الفراخ وهحط عليها بقى الزبيب والبصل المتشوح وعليه كمية الرز، وطبعا مشغلة الفرن مسخنة الفرن ومجهزاه. هدخل البرام ده هيقعد له حوالي يعني كده من 30 ل 40 دقيقة. هو المفروض هما بيغطوا البرام ده بعجينة كده بيعملوها تشبه عجينة العيش او عجينة البيتزا، بس انا مش هعمل العجينة دي، انا هغطيه عادي جدا بورقة زبدة، وهغطيه كويس جدا برضو بورقة فويل. انا دلوقتي برص الرز زي ما انتوا شايفين بكل المنكهات اللي احنا حطيناها، انا مش هشيل منه حاجة خالص. زي ما انتوا شايفين كده في القرفة في اللومي وفي كل المنكهات اللي انا حطاها. في الاخر ساعة التقديم بقى هبقى اخرج الحاجات دي. جبت معلقة من بودرة الزعفران دوبتها في حوالي معلقتين مية سخنة
علشان اللون، وهوزعها كده على وش البرام. هي الأكلة دي المفروض بيبقى الرز ملون، يعني جزء أحمر جزء مصفر شوية، جزء بيبقى أبيض زي ما هو، يعني تدرج الألوان دي اللي بتديها الجمال بتاعها. رشيت كمية من الزبيب والبصل اللي أنا شوحته في الأول على الوش كده زي ما انتوا شايفين. هغطي الطاجن كويس جدا بورقة الزبدة وبعدين ورقة الفويل. أنا طبعا ما بحبش أحط الفويل على طول على الأكل عشان ما بيبقاش صحي. هدخله في الفرن على الشبكة. يعني انا مش هخليها على في النص قوي، هنزل الشبكة قريبة شوية من الارضية. وزي ما قلت لكم هياخد الطاجن ده من حوالي 30 ل 40 دقيقة. وادي شكل الطاجن بتاعنا الرهيب بعد ما طلع من الفرن. ريحته فظيعة، شكله جميل جدا. طبعا ينفع، شايفين الشكل والمنظر، شكله رهيب. طبعا ينفع في كل العزايم، تقدري تقدميه في المناسبات. جربوا الوصفة هتحبوها جدا. هي سهلة والله، ما فيهاش اي تعقيدات. يلا بينا بقى نطلع معلقتين كده من البرام ونشوف الوان الرز، ونطلع كمان جزء من الفراخ ونشوفها استوت ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده الرز مفلفل، مش معجن خالص، كمان شربت الوصفة كل السوائل اللي احنا حطيناها. تعتبر الوصفة دي صحية جدا، نسبة الدهون فيها بسيطة. الرز البسمتي مفيهوش نسبة نشويات عالية. الفراخ استوت تماما، شايفين لون الرز. ادي لحم الفراخ ساب العظم خالص من كتر التسوية. طبعا هي لسه سخنة جدا، مطلعاها من الفرن حالا. بحاول اوريها لكم من كل جنب. ريحتها خطيرة، كمان طعمها رهيب. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. وبس كده خلصت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات. شكرا ليكم، اشوفكم ان شاء الله على خير في وصفات احلى. سلام عليكم.